السلام عليكم، اهلا بكم من مطبخ ايمي ميكسولوجي. النهارده انا جايبه لكم الفسيخ اللي احنا ملحناه اخر مره وهنفتح عليه مع بعض. كنت قايله لكم ان انا هصور لكم طريقه تمليحه او تخليله، بس كل مره ماما اللي بتملحه وما كنش موجوده فبتعمله، فما بنلحقش ان احنا نصوره، يعني ما بكونش موجوده ان انا اصوره. فانا هجيب لكم اما نفتح عليه ونشوف مع بعض النتيجة، يعني الفسيخ عندنا بقى عامل ازاي. نقول بسم الله. انا هقول لكم خطوات برضو تمليحه كده مع بعض. هو تقريبا خد 25 يوم، يعني من 20 ل 25 يوم، لان في الشتاء بياخد وقت شوية عشان يتملح، لكن في الصيف ممكن من 12 ل 15 يوم يكون جاهز. طبعا لفينه في اكياس كتير وجرانين. هنفتح عليه مع بعض نشوفه واقول لكم بقى عليه، يعني كده اما نشوفه ازاي بنملحه. بسم الله. ريحته جميله جدا، يعني مش عامل ريحه زفاره كده، لا ريحه حلوه، عامله كده زي روايح البحر، حاجه جميله. وطبعا ننزل ميه، احنا بنعرف انه استوى لما بنلاقي الميه بتاعته دي كده نزلت في الاكياس وبندوس عليه نلاقيه بقى طري، يعني هو كده استوى مفروض. طبعا ماما لفاه في اكياس كتير جدا ومقفلاه بسوليتيب تقريبا، خايفه يهرب، بس احنا برضه هنوصل له. طبعا كل سنه وانتم طيبين، شم نسيم قرب. هحاول برضو ان احنا نجيب كميه ونصور طريقه تخليله سوا. ايه يا ماما الاكياس دي كلها يا ماما؟ وصلنا لنصف المسيره، قربنا. ما انا هوصل له، يعني هوصل له. الفسيخ ده لازم يتاكل النهارده. شويه بقى عيش سخن وبصل اخضر طازه. بسم الله. هو ده تقريبا كام كيلو يا ماما؟ ده كان 3 كيلو. ده 6 كيلو. 3 كيلو 6 سمكات. يعني 6 كيلو. ده 3 كيلو 6 سمكات، يعني السمكة عاملة نص كيلو. انا برضه هوريكم ايه شكل السمكة اللي المفروض تشتروها عشان تدوقوا احلى فسيخ. ماما برضه ربنا يحفظها ويحفظ كل بتملح لنا سردين، بتعمل سردين حلو قوي مشطشط روعة. والبسارية برضه بتعمل بسارية جميلة جدا، لان البسارية اللي بتتباع عند الفسخاني معرفش بتبقى مالحة قوي، بس ماما بتعملها مظبوط. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر؟ يعني ريحته ما اقولكوش. طيب ده كده حجم السمكية اللي احنا بنشتريها عشان نخللها او نملحها. السمكية تقريبا بتبقى نص كيلو، اللي هو الحجم الوسط. في الاصغر طبعا، بس الاصغر بيبقى اللحم بتاعه قليل، يعني ما يفضلش ان هو يتخلل لان بيبقى كميه اللحم قليله. والكبير برضو معرفش، بحس ان طعمه مش حلو زي الوسط، يعني دايما الوسط بيبقى احلى في اللحم. شايفين بق السمكه مليانه من الخلطه اللي احنا اتعملت عشان خاطر يتملح بيها، وبرضو الخياشيم. اما بتيجوا تشتروا السمكه دي، سمكة البوري دي للتخليل، اتأكدوا ان عينيها تكون بتلمع، والخياشيم بتاعتها لونها احمر، يعني العينين بتبقى مفتوحة واسعة وبتلمع، والخياشيم بتبقى ايه مفروض حمرة، ده معناه ان السمكة طازة. فاحنا محتاجين سمك طازة ان احنا ايه نملحه او نخلله. بالنسبة للست سمكات دول، شايفين المنظر؟ الست سمكات دول عملنا لهم خلطة قد ايه، او ايه الخلطة بتاعتهم؟
الخلطة كانت تقريبا بالنسبة للست سمكات 3 اكياس ملح ناعم. هو طبعا ناس كتير بتعمله بالملح الخشن، بس لو مش متوفر احنا ما بيبقاش عندنا الملح الخشن فبنتصرف بنعمله بالملح الناعم. فالست سمكات دول خدوا 3 اكياس ملح ناعم، عليهم فنجان شطة هي دي شطة سوداني مفرومة، لو تاخدوا بالكم مش شطة بودرة، بتبقى احلى الشطة السوداني وبتبقى حامية اكتر. وعليهم معلقتين حبهان صغيرين مطحون، وعليهم معلقة كركم، برضو معلقة صغيرة كركم. بنخلط الحاجات دي كلها مع بعض وبنعمل ايه، بنجيب السمكية نبدأ ايه نحشي كويس منطقة البق بتاعها لحد ما تبقى مفتوحة كده، مش عايز يعني ما بيتقفلش من كتر الملح اللي بنحطه. تمام. وبعد كده بنملى الخياشيم كويس بحيث تبقى مليانة قوي لحد ما توصل ايه تبقى قافلة اول بداية البطن من هنا بالخلطة. ده ايه دي طريقة الحشو. برضو بيبقى فيه تجهيز كده للسمكة اول ما بنشتريها. مفروض اول ما بنشتري السمكة في ناس كتير قوي بتغسل السمكة، يعني بتجيب السمك وتغسله. انا ما بفضلش حوار ان السمك اللي هيتملح يتغسل. ليه؟ لان ممكن يدخل له ميه كتير قوي في قلبه فيعفن، دي حاجه. فاحنا بنعمل ايه، ماما بتجيب كده فوطه وتبلها ميه دافيه وتمسح السمكيه كويس قوي من بره، وتمسح الخياشيم وتنضفه ايه كويس كده بفوطه مبلوله بميه دافيه. بعد كده بنجيب مناديل بقى مطبخ وننشفه ايه كويس، ونحطها ايه ننشف الخياشيم ونروح حاطين المناديل المطبخ دي في قلب الخياشيم، نقفل الخياشيم بمناديل مطبخ. وبعدين بتجيبوا شفشق اي شفشق عندكم يكون مخصص للحاجات دي، وتوقفوا فيه السمكه كده على راسها كده مجموعه السمك كله مع بعضه في الشفشق تقريبا لمده يوم كامل 24 ساعه، وتغطوه باي شاش عندكم في اي ركن في المطبخ عشان السمكه تجف خالص. تمام. بعد ما السمكه تجف خالص هتلاحظوا ما تيجوا تمسكوها ناشفه انها بتبقى ناشفه، فتبداوا ان انتوا ايه يعني تحركوها كده بحيث انها تبقى ايه شويه طريه تقدروا تتعاملوا معاها. وبنكون مجهزين الخلطه اللي هي الملح والشطه السوداني دي والحبهان والكركم، ونبدا زي ما بقول لكم كده نحشي الخياشيم كويس جدا ونحشي البق كويس جدا زي ما انتم شايفين. بصوا مليان حشو قد ايه. ونبدا ان احنا نحطها في الاكياس. هنحطها ازاي؟ هنجيب الكيس الاول كيس خالص اللي هنحط فيه البوري، ونبدا نحط كميه كويسه من الخلطه في قلبه. وبعد كده ايه نرص سمكيه، نحط سمكيه ونروح حاطين عليها برضو ايه من الخلطه، نغطيها بالخلطه ونروح حاطين التانية جنبها او فوقيها، ونروح برضو ايه حاطين برضو ايه جزء من الخلطه. المفروض ان كل سمكيه بتتحط يعني عكس التانية، يعني لو هحط دي بالشكل ده فالتانية تتحط جنبها او فوقيها بالشكل ده خلف خلاف، ويضغطوا ايه بالخلطه كويس لحد ما اخلص الكميه كلها. اروح برضو مكمله ببقيه الخلطه على وش السمك كله، واقفل اول كيس عليهم كويس بحيث ان ما يكونش فيه هواء. اتاكد وانا بقفله او بربطه كويس ان ما يكونش فيه اي هواء. ليه؟ لان الهواء لو موجود السمك ده كله هيعفن يبقى ملهوش اي لازمه. فاتاكد ان انا وانا بقفل اول كيس ده ان ما فيهوش هواء. بعد كده ايه اروح رابطه في كيس تاني وبرضو اتاكد ان مفيش هواء وكيس تالت، وهكذا لحد ما اربطه تقريبا في 3-4 اكياس. كل كيس بيتربط منفصل عن التاني واتاكد ان مفيش اي هواء. برضو ماما راحت لفه عليه برضو سلوتيب عشان تتاكد انه مقفول كويس. وبعد كده لفيته في ورق جرانين وبرضو تقريبا 3 اكياس تاني. ده كله بيخلي البوري او الفسيخ معزول عن الهواء عشان ما يعفنش. بعد كده بنحطه في اي درج مطبخ او في الفرن او اللي هو رف الفرن اللي من تحت خالص. بتسيبوه في وضع افقي كده زي ما هو لمدة 24 ساعة. تاني يوم بيعدي على يوم، تاني يوم تروحوا قلبينه ايه الناحية التانية، يعني كأنكم بتدحرجوه في وضع افقي، لكن مش ترفعوه كده في وضع رأسي، لا بنقلبه الناحية التانية على جنبه التاني، وهكذا لحد ما يعدي 20 يوم او 25 يوم على حسب ما نلاقيه نزل ميته وبقى طري. تمام. ده كده شكل السمكه. انا عايزه افتحها لكم عشان تشوفوا قلبها. هي مفروض طبعا بيتشطف كويس، يعني انا هشطف لكم دي واوريكم
ازاي بنفتحها. طبعا برضو احنا ممكن ما نشطفوش نمسحه باي حاجه، لكن ايه، انا هشطفه لكم عشان يبقى باين شكلها عامل ازاي. ادي السمكه انا شطفتها كويس، بقى شكلها اوضح كده. المفروض بقى اما بنيجي ننضفها يعني بصوا، انا افضل ان انتوا تنضفوها بايدكم كده، تشيلوا القشر كده، شايفين بيبقى ناعم جدا، غير اما تيجوا تشيلوه بالسكينه هتلاقوا الدنيا بقت كلها قشر حواليكم. فانتوا لو عملتوه كده بايديكم هتلاقوا القشر ايه، طلع بسهوله جدا. طبعا عايزه اقول لكم الريحه روعه في كده. فسيخ تيجوا تجيبوه من بره وبعدين تيجوا تنضفوه وتلاقوا الريحه بقت قاعده في ايديكم، حاجه صعبه. لكن يعني الحاجه دايما اللي في البيت انتوا ضامنينها، انتوا حاطين عليها ايه وعاملينها ازاي. فده ريحته انتوا مجرد ما بتاكلوا، حتى اللي بينضفوا وتيجوا تغسلوا ايديكم ما بيبقاش فيه ريحه، يعني مش محتاجين ان انتوا تقعدوا تحطوا ريحه او تحطوا حاجه، الريحه بتطلع يعني من الايد على طول. ده غير ان اساسا ريحته جميله. الحبهان بقى طبعا يعني لا، ريحته وطعمه بيبقى جميل. فانا هنضفها كده كويس. تخلوا بالكم من منطقه الزعانف عشان ما تتعوروش. بصوا القشر تقريبا كله طلع اهو بسهوله، شايفين. لكن لو انا هستخدم السكينه بقى لا، القشر هتلاقوه ملا المطبخ عندكم او المكان اللي بتنضفوا فيه. انا جوعت. في عيش سخن. انا جوعت. الفسيخ ده من يعني بصوا، في ناس تاكل الحاجات دي في اوقات يعني شم النسيم، في العيد الصغير. لا، الفسيخ ده بالنسبه لي وجبه رئيسيه في الاسبوع كده، اللي هو لازم فسيخ كل مثلا اسبوع او كل اسبوعين، لازم فسيخ بقى، سردين، المهم حاجه ايه، مخلله. طبعا الملوحه بقى، حاجات كده بتخلي حياتنا طعم ولون. هي كده ايه تقريبا كلها نطفت. هشطفها برضو تاني من القشر عشان ايه اعرف ان انا افتحها. ده كده هي السمكه اتنضفت خالص وشطفتها برضو من القشر بتاعها. نفتحها بقى كده نشوف النتيجه. بسم الله. المقص بيسهل جامد تنظيف السمك. لحمها احمر بطريقه، واضح انها كمان كان فيها جزء بطروخ. طيب احنا هنشيل بقى المصارين دي كلها، نرميها اهو. طيب، وشايفين هنا الحشو اللي كان محطوط في الراس داخل القلب ازاي، ده برضو هشيله برضو يعني خلاص كده مش محتاجينه. برضو في ناس بتشطف القلب بعد كده، بس انا ما بحبش ان القلب يتشطف بميه عشان لو بقي حاجه من السمكه يعني ما يعفنش. شايفين لحمه احمر ازاي، هدوقه عشان نشوف واقول لكم النتيجه. شايفين اللحمه حمرا ازاي، الله حلو قوي، حلو. انا احب الفسيخ يبقى طري كده ولحمه احمر، طعمه حلو جدا. لو عملتوه اول، طبعا الناس لسه بتجرب اول مره، طبعا ما تجيبوش بقى كميه 6 سمكات وتعملوهم، لا جربوا في سمكه 2 كده. طبعا الخلطه هتبقى على قد السمكه، يعني انتوا بتعملوا الخلطه على قد الكميه. مثلا ممكن تجربوا في سمكتين وتفتحوا عليهم تدوقوهم. لو اللحم ممرر هترموا السمك حالا، ده معناه ان السمك دخله هوا او ايا كان بقى، كان فيه ميه ما تنشفش كويس وعفن. لكن انا دقتها هنا اهي، عايزه اقول لكم لا طعمها لا حلو، حلو قوي. عايزين بقى عيش كده، شويه عيش، شويه بصل، معلش هو انا يعتبر لسه فطرانه، لا بس الموضوع لا صعب، طعمها خرافه. لا السمكه دي مش هتقعد. ده بالنسبه لطريقه تخليل الفسيخ. طبعا زي ما انتم شايفين اللحم طري ولونه احمر جميل، مش ناشف ولا حاجه. نيجي بقى لبقيه الكميه دي.
طبعا انا مثلا هاكل دي دلوقتي، مش عارفه بقى هاكل دي دلوقتي واكل دول معاها ولا لا، بس ما علينا. ولو فضل حاجه، هما ايه ما شاء الله، هما يعني فاضل كميه. طيب هنعمل ايه بقيه الكميه دي اللي هتبقى فاضله عندنا؟ هنبدا نشيلهم كده من الميه بتاعتهم بتاعت التخليل، وفي علبه كده بغطا يكون ليها غطا تتقفل كويس محكمه الغلق، يترص فيها السمك ويتحط عليه زيت، تغرقوه زيت وتروحوا حاطينه فين؟ في التلاجة. لو انتوا عملتوه بالطريقه دي في علبه وفي التلاجة هيقعد معاكم شهر. طيب ممكن تعملوا نفس الفكره دي وتروحوا حاطينه في الفريزر. الفريزر بيقعد من 3 شهور، ممكن نقول برضو ل5 شهور، تطلعوا زي ما انتوا عايزين، تسيبوه يفك وتاكلوه بيبقى جميل جدا. لكن لو في التلاجة مش اكتر من شهر، لكن يفضل ان انتوا تشيلوه في الفريزر وبيقعد زي ما هو جميل جدا. مجرد ان انتوا تطلعوه مثلا بالليل، تسيبوه يفك للصبح وتبداوا تنضفوه عادي، وتحطوا له بقى شويه زيت على وشه مع شويه ليمون اللي انتوا حابينه بقى، الحركات كلها. انا هسيبكم واجهز ايه ده، انا هاكلها بقشرها. هجهز الفسيخايه دي واشوف بقى شويه عيش سخن. لا انا عايزه عيش، فين العيش؟ طب والنبي ما سخنهولي، معلش سخنهولي في الميكرويف، معلش يا جماعه، معلش، موضوع مغري ولا يقاوم. هي ماما موجوده معايا. ربنا يحفظها، بس هي تقريبا مش عايزه تتكلم، مكسوفه، بس دي عمال ايديها يعني احب اقول لها شكرا جدا يا ماما على الجمال ده. يا جماعه ده كنز، الفسيخ ده كنز من كنوز مصر، ده من الاثار. مش اي حد يحب الفسيخ، ومش اي حد ياكله، الناس بس اللي عارفه قيمه كنوز مصر. يعني ده يعتبر كده حاجه كده تبع الاثار. انا هسيبكم اجهزوا للاكل لان خلاص يعني ايه مش قادره. يا رب لو عجبكم الفيديو وتجربوا الطريقه برضو وتقولوا لي يعني عملتوا ايه. تعملوا لايك للتشجيع، ولسه ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. وشكرا جدا لمشاهدتكم، واللي عنده اي استفسار صحيح يسيب لي كومنت وهرد عليه على طول. لو عندكم اي استفسار بخصوص الفسيخ، السردين، عامه تخليل الاسماك، فسيبوا لي كومنت وهرد عليكم. شكرا. ايه ده، العيش جهز؟ ادي العيش سخن بقى. يعني ايه، ناخد حته بقى ايه كده كبيره. لا الناعمه جدا، طريه جدا، دي يعني تقريبا كده في رغيف تروح يعني خلصانه. عارفه بقى، عايزه اظبط لكم كده الفوكس عليها. انت لا تسلم ايديكي. ملح مظبوط، مش مالحه، اللي هو الحلو ده، الوسط، اللي هو لا مالح ولا دلع. وبعدين ملوش ريح، يعني ملوش ريحه زفاره، كانكم بتاكلوا سمك عادي. بعدين زبده خالص، بيدوب في البق، ما شاء الله، جميل جميل جدا. طبعا هسيبكم بقى وايه اخلص على السمكه دي.